في ناس بتفكر إن الحب كل ما زاد كل ما العلاقة بقت أنجح، بس للأسف الشديد دي بتكون أكبر صدمة أنت بتعملها في حق نفسك، إنك تحب الشخص اللي موجود في حياتك أكتر ما تحب نفسك، لأن الحب نفسيا لما يتحول لتضحية باستمرار من غير ما يكون في حدود نفسية بينك وبين الشخص اللي موجود في حياتك، العلاقة بينك وبين الشخص ده بتتحول من علاقة صحية لإدمان تجاه الشخص ده. تخيل معايا كده صديق ليك كل يوم يجي يحكي لك: أنا باصحى كل يوم أول حاجة أفكر فيها إزاي أخلي الشخص اللي موجود في حياتي مبسوط، إزاي أخليه ما يزعلش مني أبدا ويعيش أجمل يوم في حياته، إزاي أفضل موجود في حياة الشخص ده حتى لو الشخص ده بيستخدم معايا أساليب تكسرني وتبهدلني طول الوقت. مع الوقت أنت بتلاقي الشخص ده بدأ ينسى نفسه، لما يبدأ بقى يعدي بيه الوقت ولما يبدأ بقى يدبل يبدأ يسأل نفسه سؤال مهم جدا: أنا مين هيهتم بيا؟ أنا مين هيضحي علشاني؟ أنا مين هيحبني؟ طب أنا ليه دايما بحب قوي كده أكتر من اللازم؟ للأسف الشديد أنت بتحب أو بتستخدم الأسلوب ده لأن بيكون جواك خوف كبير جدا من إن الشخص ده ممكن يبعد عنك أو إن الشخص ده مثلا يبطل يحبك. علشان كده أنت طول الوقت في العلاقة بتحاول إنك تقدم تنازلات للشخص اللي موجود في حياتك، مش علشان مقتنع بشخصية الشخص ده بقى، ومش عشان أنت شايف إن الشخص ده مناسب بالنسبة لك، ولكن علشان انت خايف ان الشخص ده ممكن يسيبك. زي بالظبط شخص كان مرتبط ببنت جدا وكان بيحبها جدا جدا ومتعلق بيها بجنون، لدرجة ان الشخص ده كان دايما بيعتذر للبنت دي على اخطاء هو ما عملهاش، والبنت دي للاسف الشديد كانت دايما بتختفي عنه يوم يومين ثلاثة وساعات اسبوع، والشخص ده للاسف الشديد وقت ما بتتجاهل او وقت ما بتختفي كان دايما بيفضل يتصل اكتر من 30 مرة في اليوم. وفي يوم بقى الشخص اللي موجود في حياته بدأ يسأله: هو انت لسه بتحبها؟ ولا انت بتعمل كده علشان خايف انك تخسر الانسانة دي بجد؟ علشان خايف انها تبعد عنك؟ نفسيا الشخص ده بدأ يحس ان سؤال زي ده كسره من جواه، لان في فرق كبير جدا، وعايزك تفهم حتة زي دي، بين الحب والتعلق. الحب الحقيقي دايما بيخليك تكون مرتاح في العلاقة اللي انت موجود فيها، بس التعلق طول الوقت بيخليك انسان قلق وبيخليك انسان حاسس انك مش مرتاح في العلاقة دي طول الوقت، وتفضل طول الوقت مستني من الشخص ده رسالة، مستني من الشخص ده انه يهتم، مستني من الشخص ده انه يقرب منك، مستني طول الوقت علامة قوية تطمنك ان الشخص ده مش هيسيبك ويبعد عنك. وللأسف الشديد اكبر مشكلة انت ممكن تواجهها لما انت تحط في بالك طول الوقت انك لازم تضحي اكتر ولازم تحب اكتر ولازم تهتم اكتر علشان الشخص ده يحبك وعلشان الشخص ده يهتم بيك. بس للأسف الشديد اللي بيحصل في اي علاقة من النوع ده هو العكس، لان الطرف التاني نفسيا هيفضل يشوفك مضمون وهيفضل يشوفك متاح طول الوقت، فبالتالي الشخص ده هيوصل لمرحلة انه يبطل يقدر قيمتك وهيشوف ان قيمتك قليلة جدا. ده غير كمان ان الطرف التاني لما يوصل معاك لمرحلة ان يبدأ يشوفك نفسيا ان عندك القدرة الكبيرة جدا في انك تقدر تستحمل اي حاجة هو بيعملها معاك، فيبدأ نفسيا عقله يترجم ده ان اي حاجة يستخدمها معاك انت خلاص بقيت مضمون، ومهما عمل فيك انت مستحيل تبعد عنه ومستحيل تتخلى عنه ابدا وهتفضل مكمل معاه. عايزك تتخيل معايا موقف زي ده: كان في بنت الشخص اللي موجود في حياتها طول الوقت كان يتجاهلها، طول الوقت كان يزعق لها ويشتمها ويكلمها بطريقة مش كويسة، وهي وصلت مع الشخص ده لمرحلة ان اي حاجة بيعملها معاه هي بتسامح علشان خايفة انها تخسر الشخص ده او ما يكلمهاش تاني. لما يجي يكسرها او يكسر كلامها او يحاول يعمل الشيء اللي على مزاجه معاها بتبدأ بكل بساطة تستحمل وتعدي، مفيش مشكلة خالص. مش بس كده، ده دايما بتبرر للشخص ده: اكيد بيزعق لي عشان مضغوط، اكيد بيزعق لي علشان حاسس ان هو نفسيا مش احسن حاجة، اكيد في حد مضايقه. لحد ما في يوم حست ان صعبت عليها نفسها جدا وحست بحزن كبير جدا من اللي عملته في نفسها، ودي بقى بتكون اللحظة الخطر جدا اللي هو الهدوء ما قبل العاصفة. لان الحب الحقيقة عمره ما كان بيخليك طول الوقت تحس كده نفسيا انك بتتسول الحب، انك بتشحت من الشخص ده اهتمام، بتشحت من الشخص ده انه يقرب منك. ده عمره ما كان حب حقيقي. وتلاقي نفسك بتوصل مع الشخص ده لمرحلة انك كل يوم بتراقب تليفونك كل 5 دقايق اتصل ولا ما اتصلش، بعت رسالة ولا ما بعتش رسالة، او لو الشخص ده عايش معاك تلاقي نفسك كل شوية بتمسك التليفون وعمال تراقب بيكلم مين وما بيكلمش مين. وده بيحصل معاك لما تكون مندمج ودايب في الشخص ده جدا، لدرجة انك وانت موجود مع الشخص ده بتبدأ تنسى اصحابك وتنسى خروجاتك
وتنسى الحاجات اللي المفروض انت تهتم بيها زي التمارين والحاجات دي كلها، وتلاقي نفسك حياتك ويومك كله متمحور حوالين الشخص ده. انت سايب كل شيء ومركز معاه هو وبس. ولو الشخص ده بعد عنك فجأة والشخص ده اختفى، تلاقي نفسك وصلت لمرحلة نفسية انك انهارت جدا، وتلاقي نفسك بتوصل لمرحلة اكتئاب. انا فاكر مرة شاب قال لي انا كنت بحبها جدا وبهتم بيها جدا جدا ومتعلق بيها جدا، بس الغريب هي ليه سابتني وليه بعدت عني بالرغم من ان كنت بديها الحب والاهتمام وكل شيء. لانك باختصار اديتها نفسك بالكامل. ركز في دي، اديتها نفسك بالكامل، وما بقاش في حاجة فضلالك علشان تنقذ نفسك من اللي انت عملته في نفسك مع الانسانة دي. ودي للأسف الشديد نقطة ناس كتير جدا ما بتكونش فاهماها. الحب الحقيقي عمره ما كان معناه انك تلغي نفسك وتلغي شخصيتك علشان الطرف التاني يحبك ويهتم بيك ويقرب منك. انت تحب بس وانت مهتم بنفسك، وانت مهتم بأهدافك، وانت مهتم بحياتك. وأكبر غلطة انت ممكن تستخدمها في العلاقة انك تربط قيمتك بردود فعل الشخص ده معاك. يعني لو اهتم بيا ويبقى كده بيحبني وقيمتي عالية جدا في نظر الشخص ده وبشوف قيمتي كبيرة جدا، ولو الشخص ده بيتجاهلني انا قيمتي بتقل جدا جدا. لان دي بتكون من اكبر المراحل اللي بتستنزف طاقتك جدا. ده غير انك هتوصل لمرحلة مهمة جدا، تلاقي نفسك بتخاف تقول لأ للشخص ده على أي حاجة بيطلبها منك. هتخاف ترفض للشخص ده أي حاجة علشان عارف كويس جدا إنك لو رفضت الشخص ده ممكن يتجاهلك أو ممكن يزعل منك جدا. فتلاقي نفسك بتوافق طول الوقت إن الشخص ده يأذيك، إن الشخص ده يتجاهلك، إن الشخص ده يستخدم معاك أساليب مش كويسة عادي جدا علشان ما يبعدش عنك. مع الوقت بقى بتلاقي العلاقة بتاعتك دي بتتحول من علاقة قوية وكانت جميلة لعلاقة بقت من طرف واحد. انت اللي بتحب، انت اللي بتدي اهتمام، انت اللي بتدي احتواء، انت اللي بتجري ورا الشخص ده، وهو وصل معاك لمرحلة ان اتعود ياخد منك وبس. علشان كده انا عايزك تفهم نقطة مهمة جدا. الحب اللي ما يكونش فيه حدود هو من اكتر العلاقات اللي بتكون مؤذية جدا جدا لصاحبها. فحاول، معنى كلامي يعني، انك ما تخليش علاقتك تدور حوالين شخص واحد بس. ودي نصيحتي ليك وعايزك تهتم بيها كويس جدا. وبلاش تخلي علاقتك بالشخص ده تكون طول الوقت واقفة على مكالمة منه او رسالة منه او يهتم بيك او مثلا يوافق يعمل لك حاجة معينة. خليك دايما قادر تحب، بس المهم من غير ما تخسر نفسك. احتوي الشخص ده عادي جدا، بس بشرط من غير ما تستنزف نفسك. تدي حب واهتمام عادي جدا من غير ما تطلب من الشخص ده المقابل، من غير ما تشحت من الشخص ده اهتمام، من غير ما تتسول من الشخص ده ان يبدأ يمارس معاك نفس الحب او نفس الطاقة اللي بتقدمها له في العلاقة.